حلوين، انا ساره من قناه عالم ساره، والنهارده انا ومامتي هنعمل معاكم طريقه الزبادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم يا رب. النهارده هنعمل طريقة الزبادي. هي طريقة سهلة جدا بس بتبقى ألذ طبعا وأنضف من بره. احنا معانا كيلو لبن وانا غليه مسبقا قبل كده هون، يعني يتغلي، لازم يتغلي الاول وبعد كده تسيبيه يبرد. عايزينه فاتر، لا سخن قوي ولا ساقع قوي. يعني ممكن تغسلي صباعك كده وتحطي صباعك فيه، يعني دمعة العين كده، تبقى بسيطة جدا. ما نقدر تبقاش نختبره يعني. هنختبره. عشان ما يبقاش، بس لو سخن معانا هيفرول الزبادي، ولو ساقع مش هينفع طبعا ومش هيمسك معانا. طبعا كيلو لبن بيبقى عليه علبه زبادي صغيره، بس انا عندي علبه كبيره، فانا مش هحطها كلها. انا هحاول احط منها يعني نص علبه، عشان علبه صغيره، عشان ما نرميش الزبادي كده عليه كده. ساره، نعم. لو رمينا الزبادي عليه كده هيفرول الزبادي، فاحنا لازم نحط شويه لبن على الزبادي ونحاول ندعكم في بعضهم كده عشان الزبادي يفك شويه. ايوه، عشان الزبادي يفك شويه. فاحنا هناخد معلقه لبن هنا، معلقه صغيره واحده. بسم الله. على قد ما تقدري فككي الزبادي من بعض. هنحاول كده نفكك كده اهو. طبعا انا النهارده في قناه ساره. ربنا يا رب يبارك لي فيها هي واختها. منورين حياتي، ونكد بقى، قصدي مش منكدين عليا خالص، لا لا لا. منورين حياتي فعلا، وهم سندي في الدنيا وظهري، ربنا يخليهم يا رب. كده كويس قوي. ده كويس قوي يا ساره، صح؟ هنحاول بقى ندلق. طبعا مش هنحط القشطه يا جماعه، انا شلت القشطه على جنب اهيت فوق الحبه التانيين، لان القشطه ما تنفعش، هتفرول الزبادي. فاحنا خدنا نص العلبه اهي او اكتر من نصها بشويه. وهنعمل ايه تاني؟ ساره قلبنا الزبادي في بعضه. طبعا زي ما قلت لكم لازم يكون دافي جدا زي دمعه العين كده. تجيبي الصينيه، انا عندي مجات الفخار دي، بحب اعمل فيها قوي الزبادي، بيطلع طعمه جميل. ما عندكيش الفخار ده عادي، كاسات عادي او كوبايات عادي، يعني مش هتقول لا. هنحاول نحط بقى ونشوف هتطلع معانا المقادير دي ولا اقل ولا اكتر. نقلب طبعا حلو. طبعا انا نسيت اقول لكم، لو انتوا عايزين تنكهوها باي نكهات طبعا بتحطي عسل نحل، فانيليا بتحطي، مش هتقول معاكي لا، يعني بتديها طعم حلو. فراوله عندك بتقطعيها وتحطيها برده في الكاسات وتحطي زي اللي هو اللي بره الجاهز. فانا النهارده هعملها ساده. بسم الله. هنصب معانا الكاسات اهي. احنا طبعا قلبنا اللبن في معلقتين الزبادي اللي حطيناهم، او نص كوبايه كاسه الزبادي. بسم الله. هنشوف هتطلع لنا قد ايه. كمل جميل. هتكمل 6 كوبايات؟ مش هتكمل 6 كوبايات معانا، لا انا افتكرت هتكمل 6 كوبايات، معلش. هي كملت، جت معانا 5 كوبايات. حلوين قوي. يعني كيلو لبن عامل لنا 5 مجات. طبعا انت الكوبايه بتجيبيها بكام الزبادي من بره دلوقتي؟ والله مش عارفه بقى بابا ساره جايبها بكام، طبعا غاليه كوبايه. فاحنا عن الكيلو اللبن عمل لنا ما شاء الله المج كبير، يعني كوبايتين زبادي مش صغيرين، كوبايتين زبادي مش صغيرين وكوبايه كبيره من الزبادي. دي الخطوه الثانيه. عملت لنا الكيلو معانا عمل 5 مجات من بتوعي. يعني لو انت عندك الكوبايات الصغيره هتعمل لك اكتر من كده. الخطوه الثانيه يا ساره، اطفي الميه يا ساره بتغلي، ما كنتش عايزاها تغلي قوي. المهم انا عندي ميه غليها، انا مش عايزاها تغلي قوي، انا هبردها شويه، عشان لو غليتها وحطيت الميه مغليه جامد قوي كده يا ساره هتجمد معانا وهتجبن الزبادي. فانا هحط، وهكملي لي ميه ساقعه يا ساره من الحنفيه، مش عايزاها تغلي. تاني كمان كوبايه. عملتوها من بالليل عشان تقدروا تسحروا بيها بدري. بس كده حلوه قوي. طبعا مش ساقعه، لا احنا عايزينها سخنه بس مش بتغلي. هنا بقى الخطوه بتاعتي ان انا هرص فيها كوباياتي اللي انا عملتها المجات دي. الخطوه دي عامله معايا زي الفرن بالظبط. احط كاساتي او مجاتي في الحله الفرن دي اسرع معايا دلوقتي، فدي احسن واسرع برضو.
هتنجز معايا. ماشي، دي الخطوه الثانيه. اللي بعد كده بقى انا هعمل ايه؟ هغطي. انا حطيت الغطا بتاع الحله اهو، وكمان هحط عليها حته المطبخ من فوق كده على اساس انها تسرع لي الدفى شويه. بس انت هتحطيها كمان في مكان دافي، يعني احنا دلوقتي بنطبخ عشان الفطار كل سنه طيبين، فاحنا هنخليها جنب البوتاجاز، هنحطها على البوتاجاز. طبعا لما تتجمد يا حلوين هبقى اوريكم شكلها، لما تتجمد باذن الله هوريكم شكلها اتعملت ازاي. ودي معانا يا حبايبي الطريقه زي ما انتم شايفين بعد ما تماسك اهي. الله المستعان، بصوا ما شاء الله تبارك الله، زي اللي بنجيبه بالظبط من بره، متماسك اهوت ومفيش حاجه خالص يعني فيها اهو. بصوا يمكن اجمل كمان. من 7 ل 8 ساعات حطيناه في الميه الاول الدافيه زي ما قلت لكم، او الفرن طبعا. ولما تبرد الميه او الفرن يبرد بنشيله. طبعا هو بيبقى لسه ما اتمسكش، بس يبقى يعني عمل شويه صغيره، بنشيله من الميه او من الفرن وبندخله على التلاجة على طول. وريني بقى كده ساره هتدوق كمان اهيت عشان تشوف، تقطع لكم حته. بصوا ما شاء الله تبارك الله، الله المستعان. بصوا جميل ازاي، ولا مفرول ولا اي حاجه. الفروله بتيجي من ايه؟ ان اللبن بيبقى سخن قوي وانتوا بتدلقوا عليه الخميره بتاعته اللي هي الزبادي، او بتبقى اللبن ساقع فطبعا ما بيبقاش متماسك معانا وبيبقى ايه صايص وعامل زي اكنه لبن رايب. فانتوا ظبطوا ايديكم في الحاجه هتطلع معاكم ما شاء الله تبارك الله الحاجه احسن من بره. بس يا حلوين هو ده كان فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك يا جماعه، اللايك لايك لساره والاشتراك في القناه. بس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.